بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وكل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله عيد سعيد عليكم وعلى كل حبايبكم وصيف سعيد إن شاء الله. اتعودت مع حضراتكم كده كل سنة في الصيف أحاول أتكلم مع حضراتكم بخصوص مشروعات الساحل. السنة دي عندي قبل ما نبدأ في المشروعات عندي شوية كلام عايز أقوله لحضراتكم أو أتكلم مع حضراتكم فيه، وهو تغيير يعني مش تغيير. هو الأول كنا عندنا معادلة كده وإحنا بنختار المطور، كنا نقول مطور كويس، سعره كويس، عنده مصداقية، اللوكيشن بتاع المشروع كويس. دلوقتي احنا محتاجين نزود على المعادلة دي ان هو يكون مطور، مش عارف اقولها ايه، يعني ممكن نقول مثلا ايه، عنده دم، يكون مؤدب، يكون مهذب. مش عارف اقولها ازاي بصراحة، لان دلوقتي احنا داخلين في حتة شوية رخمة قوي. يعني انا اتكلمت مع حضراتكم قبل كده بخصوص العنصرية، دلوقتي بقت طبقية. مش عارف والله احنا رايحين فين. يعني بعد كده هيبقى عارف في سادة وعبيد وابيض واسود زي زمان كده. هحكي لكم كام حاجة حصلت كده اللي خلتني اتكلم مع حضراتكم في القصة دي، لان القصة دي تأثر علينا كلنا كناس بتشتغل وكعملاء، وتأثر على استثمار حضرتك اساسا. يعني الموضوع اللي هو اسمه السلكشن ده او انتقاء العملاء، يعني كان بادئ كده ايه، حلو، مش حلو يعني، على الهادي. واحد يقول لك اصلا انا ما عنديش محجبات، ونتخانق ونقعد ونقف وبتاع ونقول بلاش المطور ده ونشوف واحد غيره. اصلا انا ما عنديش معرفش ايه، وخلاص ماشي بلاش ده ونشوف واحد غيره. دلوقتي السنه اللي فاتت حصل موقف مع حد، ست منتقبه، وقلنا الكلام ده. لو حصل مع واحد مسيحي اصلا هنقول الكلام ده. دلوقتي بقى الجديد ان الشركات بقت ترفض الناس علشان قرايبهم. يعني حضراتكم معايا لما نكون بنتكلم مثلا واحد يا سيدي ما شاء الله محترم ومؤدب وكل حاجه بتاع، بس عنده واحد قريبه مثلا عايش في حته مش عاجبه المطور، لا معلش حضرتك مش هينفع تشتري عندنا. اقسم بالله هزار، والله العظيم هزار. يعني عارف حضرتك انت لو راح تقدم في النيابه العامه مش هيحصل عنك كشف بالشكل ده. الموضوع وصل لحته تخنق. فحصل في مشروعات كتير. انا مش هقول لحضرتك اسامي مشروعات، انا مش عايز وجع دماغي يعني من الشركات، ولكن ان شاء الله ممكن في مكالمات نبقى نتكلم في القصه دي. فالكم موقف اللي حصلوا الفتره اللي فاتت كانت يعني انا شايفها قله ادب بصراحه بصراحه. يعني مثلا ايه، في عميل بطاقته مكتوب فيها محافظه مش في القاهره. لا ما معلش، خلي بالكوا اللي انا هحكيه لكم ده حصل مع شركه خدت فلوس من الناس. يعني انا بعت لك وهم اتاخروا في قرارهم الوزاري ولا في تراخيصهم، فبداوا ياخروا شويه في العقود. لما جم بقى يعملوا عقود، الكلام ده كان من سنه اخروا العقود سنه. فلما جم يعملوا العقود قال لك ايه، طبعا كان الاسعار ضربت، فقال لك احنا نحاول نلم بقى الموضوع. انا شفتها من وجهة نظري كده حركه مش نظيفه، يعني مش هقول الكلمه، هي حركه مش نظيفه. فجم بقى مسكوا شويه ناس كده وقال لك تعالى ايه نطلع بقى عينيهم شويه. فحضرتك منين يا فندم؟ انا والله من الحته الفلانيه، مش من القاهره يعني. لا معلش مع السلامه، فلوسك اهي واطلع بره. الكلام ده حصل. في بعض الناس بتخش ما هو واصحابهم في شركات، في شيليه مثلا مع بعض، الشقه مع بعض، واحد صاحبه اتنين يخشوا في موضوع. لا لا لا، هو واحد يعني تاخد فلوسك وتمشي بره. انت بدأ لا بره. انت خدت فلوسي من سنه وجاي تقول لي امشي، وكاتب في العقد تحت ان انا من حقي الغي التعاقد بدون ابداء اسباب. بدون ابداء اسباب، الكلام ده مش قانوني. يعني الكلام ده قانونا حضرتك ممكن ترفع عليهم قضيه. كويس. آه فالشركه دي طبعا موجوده، وهي انا كنت بحترمها، وبرضه وقفت شغل معاهم زي ما وقفت مع قبلهم. ما عنديش مشكله خالص في ان انا اوقف شغل مع 600 شركه طالما هيبقى انا شركتين حتى كويسين. ما عنديش مشكله خالص. الشركه التانيه زي ما بقول لحضرتك كده بقى تسال على القرايب. واحد ما فيهوش غلطه، عميل ما فيهوش غلطه، يعني راكب عربيه ممكن صاحب الشركه ما عندوش عربيه زيها، لا والله اصل قرايبه لو جم ممكن يعملوا ايه، يعني زومبي هياكلوا الناس.
فده هيأثر بقى، اللي يأثر على حضرتك في ايه؟ راجل انت هكلم من وجهة نظر يعني الشخصية للعميل، يعني العميل هيأثر على حضرتك في ايه؟ دايما في الاستثمار الكلام المخنق ده يأثر على استثمار حضرتك. يعني احنا دايما بنقول لافيستا الناس بينتقوا الناس وينقوا عندهم معرفش فين وبلاش محجبات ومعرفش ايه. حضرتك روح اسال كده، تعرف تأجر في لافيستا بسهوله؟ هيقول لك لا. فده يأثر على حضرتك. فحضرتك لو بتنقي بقى مشروع، لو بتنقي مشروع ليك انت شخصيا وعمرك ما هتأجره وعمرك ما عايز تبيعه وعمرك ما اعرفش ايه، نقي بقى مشروع من المشروعات دي. انما لما تيجي تنقي مشروع عشان تأجر وتستثمر، ابعد عن الشركات دي. ابعد عن الشركات دي، خليك مع الشركات اللي بتفهم، اللي هم مصريين عادي، مش في المريخ بيجيبوا ناس من المريخ. ف ده من وجهة نظري استثماريا الشركات دي مش كويسة لحضرتك، هتخنقك في استثمارك. وانت محتاج في استثمارك تكلم اكبر عدد من الناس واكتر ناس واكتر عدد ممكن من كل حاجة. كويس. الجانب التاني اللي هو الناس اللي زي حالاتنا بقى، اللي هم عندهم شركات تسويق او حتى البياعين اللي جوه الشركة. حضرتك ممكن يطلع عينك مع عميل وتتكلم معاه وتتعب معاه وتروح وتيجي وبتاع، وتيجي الشركة تقول لك لا معلش والله مش هينفع اشتري عندنا، ده مش مطابق للمواصفات، زي علبة اللبن كده، غير مطابق للمواصفات. فالكلام ده مش مقبول بالنسبه لي، واتمنى كمان ما يكونش مقبول بالنسبه لحضراتكم. بالنسبه للبائعين ممكن يضيع مجهودك في ثانيه، بالنسبه للعميل يضيع استثمارك ان هو هيخنقك. فيا ريت يا ريت يا ريت، زي ما كل سنه بقول لحضراتكم مشروعات الساحل، انا السنه دي تقريبا مش هقول لكم على حاجه. يعني اللي باقي اتنين ولا تلاته ان شاء الله لما يستقروا هقول لحضراتكم عليه، هقول لكم يعني باذن الله عليهم. ولكن المبدأ يا ريت يا ريت ترفضوه، لان ده ما يصحش. ما يصحش والله. في البلد دي باللي بيحصل فيها ده ما يصحش. احنا عدى علينا كل الازمات، غلاء ووباء وكل حاجه، ومفيش حد بيتعلم. ومفيش حد بيتعلم. ارجو ان انا ما اكونش مطول وتقلت على حضراتكم. ان شاء الله باذن الله اول ما يبقى المشروعات اللي قدامي كامله، بالنسبه للساحل بالذات عشان ده موسم طبعا، كل سنه وانتم طيبين. اول ما تبقى كامله هقولها لحضراتكم، واللي من وجهه نظري هقول عليه كويس من وجهه نظري، واللي وحش هقول عليه وحش. وان شاء الله ربنا يرزقكم حسن الاختيار، وكل سنه وانتم طيبين، وكل صيف وانتم طيبين. ان شاء الله سنتين كده وناخد لون بشره حضراتكم عشان نختار لكم على حسب الشركه. كل سنه وانتم طيبين.